معانا النهارده ان شاء الله ملخص كتاب علم نفس المال هو The Psychology of Money. الكتاب ده منذ اصداره في مايو سنة 2008 وقتها وهو عامل نوش كبير جدا. اللي كتب الكتاب ده هو مورجان هاوسل. اللي ما يعرفش مين هو مورجان هاوسل، فمورجان هاوسل ده شريك في شركة Collaborative Fund. كان بيكتب مقالات في صحيفة The Motley Fool، كان بيكتب كمان في صحيفة وول ستريت جورنال. فاز قبل كده بجائزة الافضل في مجال الاعمال من جمعية محرري وكتاب الأعمال الأمريكيين. كتاب The Psychology of Money أو سيكولوجية المال بيتكلم عن كيفية إقامة علاقة أفضل مع المال. إحنا إزاي نقدر نتخذ قرارات أكثر ذكاء مع المال. بيوضح لك كمان إزاي علم النفس يعمل لصالحك. إن شاء الله تفصيلة الكتاب ده هتبقى على جزئين أو ملخصه هيبقى على جزئين إن شاء الله. بتاعنا هيبقى النهارده والجزء الثاني إن شاء الله ممكن ينزل بكرة أو بعده إن شاء الله بالكتير. هنتكلم عن بعض النقاط المهمة في الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من برنامج إنجليشاوي على يوتيوب. قبل ما نبدأ بس الفيديو مش عايزين ننسى ندعي لإخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم اللهم آمين. بس طالما وصلك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ بسم الله. أول نقطة نتكلم عليها وهي إن النظرية مش حقيقة، وده معناه إن التحدي بالنسبة لنا إنه لا يمكن لأي قدر من الدراسة أو الانفتاح يعيد خلق قوة الخوف وعدم اليقين. ده معناه إن إحنا مش عبارة عن سبريدشيتس قدر ما يمكن أن تخبرنا القراءة بما حدث في الماضي، زي مثلا انهيار سوق الأوراق المالية، زي اتجهت الأسهم إلى الأعلى ومرور الوقت. عايزك تبقى عارف إن التعلم عن شيء ما من خلال كتاب بيختلف طبعا عن تجربة الحدث فعليا، انك تجرب بنفسك. تاني نقطة معانا وهي الحظ والمخاطرة risk and luck. سهل جدا ان الواحد مننا يقنع نفسه بان النتائج المالية بتتحدد بالكامل من خلال جودة القرارات اللي انت بتاخدها، لكن ده مش هو الحال دايما. ممكن انت تاخد قرارات مالية جيدة من وجهة نظرك وتؤدي الى نتائج سلبيه. ممكن انت تاخد قرارات ممكن تكون شايفها من وجهه نظرك ان هي قرارات سيئه فتؤدي الى نتائج ماليه جيده. فلازم دايما تكون واخد في اعتبارك ان الموضوع فيه شويه قدر او نصيب وفيه مخاطره. خد بالك من الاشخاص اللي بتعجب بيهم، ربما يكون الناس اللي في القمه هم المستفيدين من الحظ او من المخاطره دي، في حين الناس اللي موجوده في الاسفل او في القاع هم ضحايا للخطر. ركز بشكل اقل على الافراد وحول عقلك الى انماط اوسع. عايزك تكون عارف ان من الصعب تكرار نتائج الافراد الناجحين، لكن انت ممكن تقدر تشارك في انماط اوسع. عايزك كمان تبقى عارف موضوع في دور حظ كبير وفي دور المخاطرة. لما تخاطر بشيء او انت مثلا هتخاطر بفلوس ما وهتستثمر في حاجة فيها مخاطرة، لو خسرت يجب ان تسامح نفسك ويبقى في كده مجال للتفاهم مع الاخفاقات. يعني لو لا قدر الله انت ما كسبتش يبقى برضه متسامح مع نفسك. مخاطرة فيها مكسب وفيها خسارة، لو كسبت هتعليك ولو خسرت انت بتنزل بس بتتعلم. لذلك النقطة اللي بعد كده كن لطيفا مع نفسك. عندما ترتكب خطأ او ينتهي بك الامر على جانب خطأ او خسارة، فالعالم من حولك مش مؤكد، ممكن يكون الخطأ مش منك انت. طبعا من السهل ان انت تختار هدف يستمر في التحرك، مجرد ما تخلص من هدف تلاقي نفسك بتطلع لهدف تاني اللي بعده اللي بعده. طبعا ده راجع ان احنا كبشر عموما بنبص حوالينا، شوف ده وصل فين وده وصل فين، فاحنا عايزين نوصل له. فدايما الانسان متطلع الى اهداف عديده او اهداف متجدده. فالموضوع لما يتعلق بالمال ربما يكون اشخاص اغنى منك او معاهم فلوس اكتر منك، مفيش مشكله انك تسعى ان انت تنجح ويبقى معاك برضو اموال كتيره زي الشخص ده او الاشخاص اللي حواليك. فانت مش محتاج ان انت تعرض نفسك للخطر لشيء مش مهم في الفتره دي، فما تخاطرش. طيب الحصول على المال بيتطلب المخاطره. ايوه انت دلوقتي عمال تقول لي ما تخاطرش وخد بالك وخاطر عشان يبقى معاك اموال. انا اعمل ايه؟ انت توهتني. هقول لك يا سيدي، لو انت في موقف ما، المخاطره برضو لازم تبقى محسوبه. ما تخاطرش وخلاص، لازم تبقى حاسب
كل خطوه من خطواتك. يعني ما تخاطرش كده وخلاص في وقت انت مش محتاج انك تخاطر فيه اصلا، مش هيبقى مفيد بالنسبه لك. يقول كمان مورجان في الكتاب بتاعه سيكولوجيه المال: لا تكون الخطه مفيده الا اذا تمكنت من النجاه من الواقع والمستقبل المليء بالمجهول وهو واقع الجميع. اذا كنت صغيرا نسبيا وتكسب اكثر مما تنفقه، ان افضل طريقه لتحسين عوائد استثمارك طويله الاجل هي استثمار غالبيه اموالك في صناديق او في محافظ متنوعة من صناديق مؤشرات منخفضة التكلفة. بس كده انتهى الفيديو بتاعنا. هو فيديو قصير عشان بس ما اطولش عليك، لخصنا فيه اهم النقاط اللي جت في كتاب The Psychology of Money. ان شاء الله التلخيص ده له جزء تاني هينزل بكره او بعده بالكتير، فتاكد انك عامل لايك وعامل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك ان شاء الله الجزء الثاني. ما تنساش تقول لي رايك في الكومنت، وعايزك دايما تكون فاكر وان سعيه سوف يرى.